بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الفيديو ده هنتعرف على طريقة تشطيب الدوكو الشفاف، وهنقطعه باللون الدوكو العادي زي ما انتوا شايفين كده. ده اللي هنتعرف عليه في الفيديو. أول خطوة بنبدأ بيها اللي هي الدوكو الشفاف. بنحط قيمة ربع كيلو دوكو شفاف في العلبة اللي انتوا شايفينها دي يا جماعة، وبنحط بقية العلبة كلها تنر وبنقلب. بيبان الدوكو قدامك زي ما انت شايف كده كده، ولا تقيل ولا خفيف، عشان ما يلطش ولا يحبب منك في الشغل. بتطلع بترش اول باتجاه الرواح بتاع القشرة، مش بتحرق عشان ده دوكو شفاف. بتبدأ في ايه بتبدأ بالتسييح زي ما انت شايف كده، بس مش بتقرب ايدك قوي ولا بتبعد ايدك قوي. بس اهم حاجة في الدوكو الشفاف ده عشان يطلع كويس معاك في النهاية، انت ما تقلش الدوكو الشفاف عشان ما يعملش منك حباية ولا اللون يلطش منك. وما تقولش مثلا انا هتقل الدوكو عشان يقرب معايا فراش، هيعمل معاك تلطيش وهيبان معاك ان هو محبب. بس اهم حاجة في الرش يا جماعة في الدوك الشفاف ده، ان هو ما يبقاش ملطش ولا يبقى ولا يبقى محبب. زي ما انت شايف كده بتطلع تغبر، وهوريك النتيجة في الاخر بفضل الله. ما تلاقي الدوكو مش هتلاقيه ملطش ولا هتلاقيه محبب. انت بتطلع تغبر بنفس الطريقة كده، وش في وش، لحد لما توصل للنتيجة اللي انت محتاجها او للدرجة اللي انت محتاجها. لو في ضلف زي ديت بتتقفل على بعض، او ادراج مثلا بتاعة الكومودينو بتقفلها عشان الشغل بتاعك يطلع في النهاية مية واحدة، ما يبقاش ضلفة فاتحة وضلفة غامقة. انت بتقفل الشغل، طالما بتقفل على بعض انت بتقفله اول في مرحلة الرش. وبتبدأ ان انت بتغبر كده. ديت اول مرحلة في رش في رش الدوك الشفاف. انت مش بتجيب الدرجة اللي انت محتاجها مرة واحدة، لا، انت بتطلع تغبر كده وش في وش لحد لما تقرب الدرجة المناسبة اللي انت محتاجها. وبعد كده بتوقف الشغل بتاعك، وبعد كده بتخش في مرحلة التتبيع. بس اهم حاجة بعد ما تغبر الشغل بتاعك وبيبان النتيجة بتاعتك على الشغل، بتثبت الشغل بتاعك بوش دوكو او بوش اللي هو الدوكو الشفاف اللي هو اللكر، بالورنيش الدوكو اللي هو اللكر. ده الشغل يا جماعة بعد لما خلص اللي هو الدوكو الشفاف بيبان قدامك زي ما انت شايف كده. اهم حاجة ان انت بتثبته بالورنيش الدوكو، بيبان ان الشغل بتاعك زي ما انت شايف كده. بتوقف الشغل بتاعك وبتقفل الشغل بتاعك زي ما احنا قلنا. بتقفل الادراج وبتحط السير الصغير جنب الكبير، وبتحط الشغل بتاعك كله جنب بعض. وبتطلع بتخش في مرحلة التتبيع. الغرض من المرحلة دي ان انت بتخوي الشغل بتاعك. يعني لو في حتة غامقة ما بتجيش جنبها، لو في حتة فاتحة بتتبعها. اهم حاجة ان الشغل بتاعك يبقى في النهاية مية واحدة. بعد ما بتخلص بتبتدي بالورنيش بتاع الدوكو او بالورنيش المط. بتبدأ ان انت بتثبت عشان لما تيجي تنعم الشغل بتاعك ما يتسلخش. بعد ما تخلص بتلزق دي يا جماعة. الشغل ده هيتقطع. انا لزقت الدوكو الشفاف بعد لما رشيته ونشف ورشيته زي ما انتوا شايفين كده. الحاجات الميات ديت او الحشاوي ديت بقطعها باللون اللي هو الموف الغامق زي ما انتوا شايفين كده. بدوره وبطلع بدي وش بطانة من اللون اللي انا هشطب بيه. يعني انا بطلق الدوكو بتاعي بس مش بشطب بيه مرة واحدة، انا بدي وش بطانة زي ما انتوا شايفين كده. بتقرب الدرجة بتاعتك عشان الشغل بتاعك يكسب مرة واحدة. بتغبره كده وش في وش لحد لما يكسب معاك، وفي النهاية بتسيحه وبتثبت الشغل بتاعك فبيبان قدامك زي ما انت شايف كده. بتغبر الشغل بتاعك وبتبص عليه لو فيه تلقيط او حاجة، وبعد كده بتنعمه وبتخش في مرحلة التشطيب دي يا جماعة. المرحلة بتاعة التشطيب بتاعة تقطيع الدوكو. انت بعد ما بتخلص بتبتدي ان انت بتسيح الشغل بتاعك زي ما انت شايف كده، عشان يبان في النهاية الملمس بتاعه، يبان ان هو يبان ان هو ناعم ويبان عليه المون. المهم ان انت بتغبر، مش بترمي الدوكو بتاعك مرة واحدة على اللزق، عشان اللي تحت اللزق لما تيجي تفك اللزق زي ما انت شايف كده ما يبقاش مقصر، او الدوكو يسرب تحت اللزق. ده بيبقى نتيجة ان انت بترمي مرة واحدة على الورق او على التيب اللي انت بتلزقه. دي يا جماعة بعد ما فكينا الورق. المفاحير اللي في وش السرير ديت، عندنا مفاحير في وش الدولاب وعندنا مفاحير في السرير، بتبقى زي ما انت شايف كده. انت مش بلزق بقى وبعملها وبرشها، لا، انا عشان اتجنب ان انا اقعد الزق واغطي الورق واللزق والكلام ده. انا بطلع اللون بتاعي. يعني أنا مثلا اللون اللي انا عاوز اعمله لون موف مثلا، بقوم عامل اللون الموف بالباتينة.
بس اهم حاجة انت بقطن بزيت كده وبتزيت الاول زي ما انتوا شفتوا كده. بتزيت عشان لما تيجي تمشي الباتينة وتيجي تمسح الباتينة بتاعتك من على الشغل او من على السطح بتاع القشرة، ما الباتينة ما بتاعتك ما تعضش ما تعضش في الابيض الشفاف اللي احنا عملناه. زي ما انتوا شايفين كده بالباتينة بالقلم اللي هي الفرشة الرفيعة دي. وبتطلع بتمشي الباتينة كده في المفحار زي ما انت شايف كده، وبتنعمها بالفرشة. وبعد كده بتبدأ ان انت بتطوق بتطوق العالي اللي هي السطح بتاع القشرة. انت بتمسح القشرة وبتسيب وبتسيب المفحار اللي انت عاوز اللي انت عاوز تعمله باللون الموف. وديت اسهل طريقة عشان تتلاشى ان انت تقعد تلزق بالورق وتلزق باللزق وتقعد ترش وتوجع في قلبك. وعشان تجيب نفس الدرجة انت هتطلق الدرجة بتاعتك بالباتينة. بس اهم حاجة ان انت تعملها مظبوط عشان ما تشفش منك من على الشغل. انت بتغبرها كده وش بتغبرها وش لكر وبتسيبها وبترجع تغبرها وش تاني عشان لما اللون بتاعك يفضل زي ما هو ما يشفش ويهرب من على الشغل. بيبان بعد لما بيتبتن زي ما انت شايف كده اكننا لزقناه ومقطعينه بوهية وفكان الورق. ولو لزقناه وقطعناه بوهية مش هيبان قدامك بالنتيجة اللي انت شايفها دي. هتلاقي في حاجات مشنشرة وهتلاقي في حاجات مش مظبوط. بعد ما بتخلص وبتثبت الشغل بتاعك زي ما قلنا وبتغبر الباتينة بتاعتك ده عشان ما تهربش وش في وش كده، بتخش في مرحلة التنعيم وبتجهز الشغل بتاعك لمرحلة الورنيش. بتخف الورنيش بتاعك بالطريقة المناسبة وبتطلع بتسيح الشغل بتاعك. الغرض من الورنيش ده ان انت بتحافظ على القشرة وبتحافظ على الدوكو بتاعك عشان ما يغيرش مثلا او الالوان بتاعتك تفضل زي ما هي. انت بتثبت الالوان دي بحيث لما يجي حد يحط ايده على الشغل او اي حاجة الشغل ما عادش الالوان بتاعته ما عادش اتغير. فانت بتطلع ترمي الورنيش بتاعك كورة على حسب بقى اللمعة. عايز لمعة مطة بترش مطة، عايز لمعة لميع، عايز ترش مجموعة، عايز ترش ورنيش فرن، على حسب ما انت عاوز بتطلع ترش الورنيش النهائي بتاعك. الورنيش النهائي زي ما احنا قلنا بيبقى من درجة اللمعة بيعمل معاك الملمس بتاعك. ويفضل يا جماعة في الشغل اللي زي دوت انت بتطلع بترش القلب بتاعك معاك وش مط اللي هو القلب بتاع الشغل. وبتلف الشغل بتاعك وترش الوش بتاعك وكده الشغل بتاعك الشطب. مش بتيجي بقى بعد الرش وتقعد تعمل القلب وتفك وتطرب الشغل بتاعك ويبقى الشغل متجرح وتلاقي الشغل بصم لأعلم في الفرشة لأعلم في البنك. انت بتتجنب كل دوت وبتشطب الشغل بتاعك. الشغل بتاعك ينشف بتحمله وبيروح للزبون بزهوته زي ما هو، مش بيتأثر ولا بيتعفر ولا بيصيبه أي حاجة. انت بتشطب على الواقف بتشطب على النايم. في ناس بتقول انت مش بترمي على الشغل لما برش على الواقف. والله انا برش زي ما انا عاوز وانت برضو تشتغل بالطريقة اللي تريحك. كل واحد بيشتغل بالطريقة اللي تريحه يا جماعة، وكل واحد بيفضل بيشتغل على حسب المكان اللي هو بيشتغل فيه. بس اهم حاجة النتيجة تبقى في النهاية كويسة والنتيجة قدامك نتيجة مرضية بفضل الله. عشان احنا تعبنا في الشغل وحافظنا عليه في الشغل في النهاية زي ما انت شايف كده. لو عجبك الفيديو ممكن تضغط لايك، ولو أول مرة تتابعني وحابب تستفاد أكتر ممكن تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ودي يا جماعة الشغل بعد ما تشطب بالنتيجة قدامك زي ما انتوا شايفين كده. الدوق باين قدامك مش باين ان هو ملطش، كل حاجة واضحة قدامك. وشكرا.